بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف ايه اكتر جملة بنهدي بيها ضميرنا لما نعمل حاجة غلط؟ لما حد تيجي تكلمه او تنكر عليه او تنصحه او اي شيء، يعني يقول لك ما يا عم، ما الناس كلها بتعمل كده، هي جت عليا انا يعني. النهارده بقينا بنقيس الصح والغلط بعدد المشاهدات وعدد اللايكات. لو فيديو جاب ملايين المشاهدات بنقول اكيد الراجل ده بيتكلم صح، بس في الحقيقة الارقام والزحمة عمرها ما كانت مقياس للحق. في جملة قرأتها كانت بتقول: الحق حق وإن تركه الناس، والباطل باطل وإن فعله الناس. بمعنى إن الحق قيمة ثابتة زي الشمس موجودة قدامنا. يعني إيه، لا يزيغ عنها إلا زائغ. والترند هو متقلب بيننا، وعمر ما الشمس بتدور ورا الهوا. انت واخد بالك؟ فتعال نبص في كتاب ربنا كده ونشوف الأرقام بتقول إيه يعني. الله عز وجل ذكر كلمة أكثر الناس أو أكثرهم في القرآن الكريم حوالي 70 آية في 70 موضع. وتفتكر جه وراها إيه بقى؟ تخيل: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثرهم فاسقون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. سبحان الله. فلو كانت الحجة بالكترة ورأي الأغلبية كان زمان قوم لوط أولى بالحق من سيدنا لوط اللي كان لوحده، وكان فرعون وجيشه أولى بالحق من سيدنا موسى المستضعف. فالكثرة دي سحابة بتعدي كده، لكن الحجة والبرهان هم الأثر اللي بيبقى. برضو عايزين ننبه عن حاجة. طبيعي جدا لما تلاقي نفسك بتعمل الصح لوحدك وكل أصحابك ماشيين في سكة تانية غيرك خالص، تحس بغربة وضيق. دي بنسميها وحشة التفرد. الغربة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عنها، فطوبى للغرباء. بس عشان قلبك يطمن افتكر آه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان في يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. متخيل الامر عامل ازاي؟ نبي يبعثه الله عز وجل بالتوحيد وبالوحي، ومحدش يقتنع من اهل الارض جميعا خالص ولا واحد. فهل ده معناه ان هو النبي دوت كان على باطل؟ ابدا، حاشا لله. العيب كان في عقول الناس نفسهم، العيب كان في عقولهم هم، مش في الحق. وافتكر سيدنا ابو بكر الصديق يوم الهجرة كان هو المتابع الوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم، وسط يعني في وسط جزيرة العرب كلها. وبثباتهم وبثباتهم الذي جاء من عند الله عز وجل، غيروا مجرى التاريخ. غير يعني اقول لك ايه، سيدنا ابو بكر وسيدنا محمد كانوا لوحدهم يا جماعة الموحدين في العالم كله. في العالم كله، انت متخيل؟ سيدنا ابو بكر الصديق، سبحان الله. وسيدنا ابو بكر الصديق ده يعني يا جماعة يعني حاجة كده ما شاء الله أكبر، عظمة كده، عظمة. أقسم بالله يعني تاريخ وإنجازات وأشياء. أفضل حد بعد الأنبياء هو سيدنا أبو بكر الصديق، أفضل حد. فلا عايز أقوله لك يعني إيه، ما تقلقش من قلة السالكين. الزحمة على الباب مش دليل إن البيت جوه أمان. واخد بالك أنت؟ وبرضو يعني تسمع دايما اللي يقول لك احنا في زمن 2026. يعني ايه، خليك زينا كده وانت واخد بالك. يعني سبحان الله والله. الحقيقة يا أخي إن حجج الباطل مكررة جدا عبر الزمن ومملة على فكرة يعني. هي نفس حجج كفار قريش وقوم نوح، بس واخدة ميقاب يعني إيه، يعني تكنولوجيا جديدة، فاهم؟ الله عز وجل لخص التكرار ده في آية عبقرية جدا، سبحان الله: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. تشابهت القلوب فتشابهت الحجج، فما تنبهرش بالصياغة الجديدة للغلط القديم. تاني: تشابهت القلوب فتشابهت الحجج،
فما تنبهرش بالصياغة الجديدة للغلط القديم. هو بس عشان احنا في زمن 26 زي ما هو قال كده. آه يعني نصيحة من أخ كان مجرب يعني. لو حبيت تدافع عن قيمك وتنصح حد، أنا آسف، اتعلم ازاي تتكلم الأول. يعني كان بعض الدعاة يقول: لا تناظر بالحق حتى تجيد استعماله، فقد يقتل الرجل وبيده سيف لا يحسنه. ممكن واحد يتقتل وهو معاه سيف من افضل سيوف، لكن هو مش عارف يستعمله ازاي. فممكن يكون معاك اقوى حجة في الدنيا، بس باسلوبك العصبي او طريقتك الغلط تخليك تخسر الجدال كله، والناس تفتكر ان الفكرة هي اللي غلط مش اسلوبك انت اللي وحش. سبحان الله. قال الله عز وجل يعني عن يعني شوف الذكاء سبحان الله مع فرعون رغم جبروته. قال الله عز وجل عنه: فقولا له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. ابدأ دايما ابدأ دايما بالحاجة السهلة المقبولة، وامشي مع اللي قدامك خطوة خطوة لحد ما عقله يهدى، وبعدين حط الحجة القوية في مكانها. ركز في اللي انت بتقوله، وركز في اللي انت بتتكلم معاه، لان الدواء ما ينفعش يتحط لكل مريض. لازم تفهم المريض عايز ايه، وهكذا. ده برضو اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات يعني. فيا بطل، الله عز وجل ميزنا عن الأنعام بإننا بنفكر في الكلام وبنشوف ايه الدليل، ومش بنمشي ورا الهيصة وخلاص كده، اللي هو انت رايح فين انا معاهم، طب هم رايحين فين معرفش انا معاهم. ايه ده؟ لا لا، ما تبقاش كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن الرجل منكم إمعة. يعني انت رايح فين انا معاهم، طب هم رايحين فين لا معرفش والله. انه النفوس بطبيعتها شحيحة، بتحب تشوف رأيها دايما صح ورأي المخالف غلط. فطهر قلبك من الهوى ده، طهر قلبك من الهوى ده. ممكن غيرك يكون معاه الحق وانت تتعلم منه، فخليك واثق ان القوة الحقيقية مش في الصوت العالي ولا اللايكات ولا التعليقات ولا الصفحات ولا كل ده. القوة الحقيقية في البرهان، في الدليل، في قال الله وقال الرسول، مش في الأكثرية أبدا. آه يعني لما تلاقي الدنيا كلها ماشية شمال وانت لوحدك يمين، اثبت. فطريق الحق دايما هادي، والزحمة عمرها ما كانت هي الميزان. ولو لقيت نفسك في وسط الزحمة، شك في طريقك، والله المستعان. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.